ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم بوصفه يعني مفيش حد فينا ما بيحبهاش. مين فينا ما بيحبش الشاورما؟ مين فينا ما راحش كده روكسي في اماكن معينه ومصر الجديده ومدينه نصر والتجمع والحتت دي عشان ياكل شاورما؟ طيب الشاورما المصري غير اي شاورما تانية، غير الشاورما التركي، غير الشاورما السوري. المصري حاجه تانية. النهارده انا راجعه لكم بتتبيله رقم واحد. بصوا في جميع انواع التتبيلات جربوها وعلى ضمانتي. اللي هيجرب التتبيله دي في الوصفه دي هيعرف قد ايه ان هو ما كانش بياكل شاورما قبل كده. يعني الوصفه دي لما تجربيها بنفس الطريقه دي هتعرفي انا بتكلم في ايه. معايا هنا لحمه، اللحمه لازم تكون وش الفخده، لحمه الشاورما وش الفخده، ويكون هو الراجل مقطعها لنا كده رفيع زي ما انتم شايفين، شرايح رفيعه خالص. تمام. طيب هيكون معانا ايه تاني؟ هيكون معايا هنا كوبايه برتقان، ايوه برتقان معصور، كوبايه من البرتقان، ومعانا ربع كوبايه من زيت الزيتون، توابل الشاورما، وكوب ربع كوب من الخل، وملح وفلفل والصويا صوص. ايه اللي بيحصل في الوصفه دي يا داليا؟ هقول لكم دلوقتي حالا. هننزل عادي بالبرتقان كده، كوبايه من البرتقان مش هتغير في طعمها ما تخافوش خالص. وهننزل بالزيت، تمام اهو زي ما انتم شايفين، وهننزل بالخل، تمام كله على بعضه كده. تمام. طب يا داليا ما عنديش توابل شاورما زي دي، اعمل ايه؟ جبتيها منين؟ انا بجيبها من مصر. طب انت مش عارفه تجيبيها من مصر، بتعمليها ازاي؟ هنزل لكم او هقولها لكم دلوقتي من غير ما انزل لكم. انت بتجيبي الحبهان المطحون على توم باودر وبصل باودر وبابريكا وربع معلقه من الملح، وكمان بتنزلي على بربع معلقه من القرفه الناعمه، مش القرفه الخشنه، لازم تكون القرفه ناعمه. وبتحطيهم كلهم على بعض، وعليهم شويه جوز الطيب بتحطيهم على بعض، بتبقى هي دي توابل الشاورما. وممكن تتاكدوا من كلامي على جوجل تقدروا تطلعوها. وطبعا هنا في ملح وفلفل، دول اساس اي وصفه. والصويا صوص يا جماعه انا بستخدم اي نوع صويا صوص بصراحه. هنا في امريكا في انواع كتير حلوه، حوالي انت بتحطي يعني 3 4 معالق على الكميه اللي انا عاملاها دي، بس بتقلبيها. تمام. دي لازم تتساب في التلاجة، لازم تتساب في التلاجة 24 ساعة. يعني انا عاملاها دلوقتي وهطبخها بكرة. بعملها كده بالشكل ده في التتبيلة على قد ما بقدر، او يعني انا ساعات ممكن اضطر استخدم ايدي طبعا، بس انا بوريكم دلوقتي شكلها. التتبيلة دي بتودي الشاورما في حتة تانية خالص خالص خالص. وهنكمل الوصفة بس لازم تتنقع 24 ساعة. هكمل لكم الوصفة وخليكم معانا ما تروحوش في اي حتة. وده شكلها وهي في التتبيلة، تتحط في التلاجة 24 ساعة. نركز على اللي انا بقوله، 24 ساعة. يلا بينا، رجعنا لكم تاني بعد ما قعدت 24 ساعة في التلاجة. تمام. هنستخدم بقى ايه دلوقتي؟ هنستخدم طماطم من غير قلب، بناخد اللحم بس الخارجي لان البذر اللي جوه ده بينزل ميه واحنا مش عايزين ميه خالص. بصل ابيض، ولازم بصل ابيض في الوصفة دي، مش اي نوع بصل تاني. وكوباية فنجان طحينة خام من البرطمان على طول. والبقدونس تكوني مقطعاه كده. دي بطاطس محمرة هنحطها جنب السندوتشات. يلا بينا نعمل الشاورما ونخش في التفاصيل. اكبر طاسه عندك في مطبخك تحطيها على النار وتسخن كويس قوي بدون اي مواد دهنيه ولا حاجه، هي كده زي ما هي. دي طاسه، اكبر طاسه عندي، حجمها كبير زي ما انتم شايفين اهي. بصوا تاخد الكميه كلها مع بعض. يلا بينا نسيبها تسخن ثانيتين 3 4 30 ثانيه كده، وبعد كده ننزل بالشاورما وهوريكم بننزل بيها ازاي لان ليها تكنيك معين. اهي الشاورما بتاخدوها كده من الصوص بتاعها لازم تعمل تش كده. شايفين التش دي؟ هي دي اللي انا عايزاها. شايفين التشات اللي بتطلع دي؟ هي التش دي اللي احنا عايزينها اهي. وتوزعيها ما تخليهاش فوق بعض، شايفينها؟ لازم تعمل الايه يعني، توزعيها كده في الحتت الفاضيه. انا مش عارفه طبعا، انا عارفه اصور. ان شاء الله تقسميها على كذا مره في الطاسه، يعني على حسب بقى عندك كام طاسه، مثلا واحده اكبر من بتاعتي نفسها، اصغر منها. قسمي الكميه كلها بس وزعيها على تبقى ايه مفروده. انتوا فاهمين قصدي؟ ما تبقاش لا بناخد من الميه كده. بصوا بناخد كده، يعني هي كده كده شاربه من الصوص بتاعها. انا معليه النار اهو. بصوا لازم تبقى كده. لا تحفه. توزعي كده فيها، وكل ما توزعي وتظبطي تحطي حبه تانيين. انتوا فاهمين قصدي انا عايزه اوصل لكم ايه؟ يلا هوزعها واوريكم هي على النار عامله ازاي.
طبعا هي كده انا وزعتها كلها على الطاسه بتاعتي تمام، على قد ما اقدر، ما خليتهاش فوق بعضها، على قد ما قدرت. هي طبعا طبيعي تنزل ميه بسيطه عشان هي كانت اوريدي منقوعه في تتبيله فيها ميه، فيها سوائل. احنا هنسيبها على النار عاليه، نار عاليه، واول ما لونها يغير من الحروف كلها ومن النص بنبتدي بقى نقلبها كانها على جريل بالظبط. هنغير لونها على النار وارجع لكم تاني. بصوا كده بعد مثلا حوالي 5 دقايق على النار، هتحتاج لها 3 دقايق كمان ولا حاجه عشان كمان تكون اللحمه استوت. انا بس حبيت اوريكم بقى يعني ايه الخطوات من غير ما اطول في الفيديو. كده بصوا خلاص ما بقاش فيها غير ميه بسيط قوي. تنزلي بقى بالبصل، تكوني مقطعه على حسب انت بعينك، على حسب دول 3 بصلات، على حسب قد الكميه بتاعتي اللي انا عاملاها، انت براحتك بقى. هنقلبه شويه يدبل ثانيه معاها برده، بعد كده ننزل بباقي الحاجه وبرده هوريها لكم. دلوقتي هنزل بالطماطم زي ما قلت لكم، الطماطم من غير قلبها عشان الميه، انا مش عايزه اي ميه في الشاورما خالص. هنقلب كده برده تقليبه دقيقتين وننزل بالايه بالبقدونس اللي انا عاملاه. وكل واحد بقى يقطع الخضار بالطريقه اللي تريحه، طبعا البخار مدمر التصوير زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا هحط البقدونس. يلا نشوف. بحب احط قوي الاكل كده بقى احنا ما بنقلبش خالص بعد المرحله دي، عشان خاطر احنا عايزين البقدونس يبقى طعمه باين. كفايه كنز الكميه دي بس. احنا كده هنسيبه كده يدي بس ايه النكهه بتاعته اهو. في بقى التركايه الاخيره اللي هنحطها مع بعض، اللي هي الطحينه، الفنجان اللي قلت لكم عليه. الطحينه خام يا جماعه، الطحينه خام يا جماعه اهي. شكلها خطير جدا. عارفين المشهور قوي بتاع مصر ده بتاع الشاورما؟ احنا دلوقتي عملنا الانقح منه، الاحلى منه. جربوها واكتبوا لي في الكومنتات، ويلا بينا نعمل الساندوتش ونوريكم جماله. بصوا بقى انتوا الاثنين عامله لكم حته مفاجاه. اوعى الشاورما المصري. الله عليك يا ابو دودو المصري. اهو بص شاورما الحلاوه لحمة، والطعامه مش والشقاوه. مش اي حد يعمل شاورما لحمه. ايوه الفراخ سهله، اللحمه صعب. يلا ندوق لنا بقى على لايف كده. ايوه يلا عشان انا تحدي مع اي حد في الشاورما دي. ها ايوه بالله عليك قولي الحقيقه. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. سيبيه خد واحد تاني. الله انت معانا في سندوتش. اللحم بصراحه حلو قوي، كله عاوز يهجم. تعالى خد. مو جايز واحده. بابا هيدوقك. يلا دوق. تعالى يا يوسف اطلع فوق. استنى. هوبا حلو قوي. ده حلو قوي. ايوه. ايه رايكم؟ يوسف مش بيحب البصله. سخنه تحفه. لا سخنه عليه. حلو قوي حلو قوي بجد، لازم تجربوا الطريقه دي. شاورما بجد شاورما دودو خطيره. المصري. حاسب من شاورما دودو المصري. تنزل بقى مع بطاطس، تنزل مع رز ابيض، تنزل مع رز اصفر، بس ما ينفعش بشعريه. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب علشان انزل لكم وصفات كتيره. وادي اهو يا كارولين بناء على طلبت اكلات دايت. دايت ده ولا مش دايت؟ دايت. باي.